مولانا في مسألة إثبات بقى الخيانة الزوجية بالزنا، البعض يرى أنه في 4 شهود قد يكون أمر صعب، أنه هو شاف زوجته في الخيانة أو شافت زوجها في وضع خيانة فما عرفتش تلم الناس، ما عرفتش تجيب 4 شهود. إيه الحق هنا؟ التصرف هنا بيبقى زي، طبعا في الملاعنة، ولكن يعني الآن الظروف الاجتماعية ولازم تحرر محضر وتلحق نفسها أو يلحق نفسه عشان يعني، فالتصرف الشرعي بيكون إيه أو إزاي؟ لو انه ما هي برضو طريقة الثبوت دي برضو كلها بتتحرك في نطاق الستر. احنا عندنا رجل طب على الست فلقى واحد معاه وما فيش 4 شهداء، فربنا سبحانه وتعالى في سورة النور أنزل تفاصيل للعان. نعم. وتفاصيل اللعان مؤداها ان الراجل بيجي بعد العصر، وبعد العصر ده وقت بتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فبيبقى أشد توثيقا وأمام القاضي وفي حتة زي المسجد أو كده علشان يتخض، علشان يعرف إنه ربنا المطلع عليه. فيشهد 4 شهادات ويحلف انه هو يعني من الصادقين. نعم. نعم. وانه لعنة الله عليه اذا كان من الكاذبين. نعم. وهي تشهد 4 شهادات انه هو من الكاذبين، وانه غضب الله عليه اذا كان من الصادقين. نعم. نعم. وشوف كله داير عليه هو كاذب صادق. هو بيقول كاذب صادق عشان نبرئها هي، يعني علشان نبعدها هي عن القضية. مظبوط. انت يا اخينا انت اللي بتدعي ان الست دي اللي المفروض انها عفيفة وشريفة، والقاضي يجي في ال5 قبل ما يقول لعنة الله وغضب الله وكذا يقول له خلي بالك الدنيا فانية البتاع وهكذا. فلما هو بيحلف الحلفانات دي بينقطع ما بينهما، وبعدين كده لو انها سكتت بقى قالت لا انا مش هحلف. طب انت زنيتي؟ قالت لا ما زنيتش بس مش هحلف. تقع في العذاب، يقام عليها الحد. نعم. نعم. فيدرأ عنها العذاب اللي هو الحد يعني. نعم. انها تحلف، فحلفت الحلفانات دي يفرق بينهما ابدا. نعم. تبقى عملت زي امه خلاص، يعني ما يرجع لهاش. مظبوط. جه في يوم من الايام وقال على فكره انا طلعت غلطان، ده انا دخلت ولقيت اخوها اللي انا مش عارفه عنه ومش عارف ايه، ما ينفعش يرجع لها ابدا. خلاص اتقفلت الحكايه. حضرتك بتقول انه ده في الحقيقه ما هوش موجود في القانون المصري. مظبوط. ولكن بالرغم من كده يطبقه القضاة في بعض الاحيان. بيعملوا ملعنه في بعض الاحيان. في بعض الاحيان. واخد بالك؟ اخذا من الكتاب من القرآن يعني. وبتنجح هذه الملاعنات وكذا الى اخره، وبتمشي في حالها. القضية التانية بقى قضية ان هي تقر له بالزنا، تقول له على فكرة انا زنيت، وحينئذ يحرم عليه الاستمرار معها في عقد الزوجية. ويقول ابن خويز من داد يجب عليه حينئذ فراقها.